هاي، أنا نورة مهتمة أتعرف على البلاد وقصصها، والنهاردة هنتعرف على قصة بناء الكعبة الشريفة. استنادا لرأي العلماء فالكعبة اتبنت عدة مرات على مر التاريخ، ده اختلف فيه العلماء، بس هما بيرجحوا ان هي اتبنت حوالي 10 مرات. ما ورد عن بعض الصحابة ان الملائكة هم اول من بنوا الكعبة، فالعلماء شايفين ان تاريخ بناء الكعبة بيرجع لزمن ما قبل آدم عليه السلام. وورد عن علي بن الحسين ان الله تعالى وضع تحت عرشه بيت، ويقال انه البيت المعمور، فأمر الملائكة ان هم يطوفوا بيه. وبعد كده امر الملائكة اللي هم كانوا سكان الارض وقتها ان هم يبنوا في الارض بيتا مسنوه الملائكة واسموه الدراح. وامر الله من في الارض ان يطوفوا به كما يطوف اهل السماء بالبيت المعمور. واتقال كمان ان الملائكة بنوه قبل خلق ادم ب2000 عام. ادم قالت له الملائكة بر حجك يا ادم، حججنا هنا البيت قبلك ب2000 عام. لكن بعد طوفان سيدنا نوح للاسف الكعبة انهدمت. ابراهيم وسيدنا اسماعيل يبنوا الكعبة من تاني. وجه في السنة ان سيدنا ابراهيم شاور على تلة مرتفعة، وقال لاسماعيل ان الله امرني ان ابني هنا بيتا له. وبنى سيدنا ابراهيم الكعبة من الحجارة، وكانت الملائكة بتجيب له الحجارة من الجبال، كان هو بيبني واسماعيل بيناوله الحجارة، فبناها على اسس الملائكة وادم عليه السلام. بعد كده احضر سيدنا اسماعيل حجر لونه اسود نزله جبريل من الجنة. بنى سيدنا ابراهيم الكعبة وخلى ارتفاعها ما يعادل 9 أذرع، وخلى عرض جدار وجهها 32 ذراع، والجدار المقابل له 20 ذراع. عمل ركنين بس للكعبة، الركن الأسود والركن اليميني، ملهاش ركن من جهة الحجر، عملها على هيئة نصف دايرة، وجعل الباب بتاعها لاصق في الأرض. وفضلت الكعبة موجودة لحد بعد عام الفيل ب30 سنة. أثناء ما كانت امرأة من قريش بتقوم بتبخير الكعبة سقطت منها جمرة فمسكت في كسوة الكعبة، حصلت نيران، والنيران دي للأسف أضعفت من بناء الكعبة، ومع السيل اتحطم جزء كبير من بناء الكعبة. نمهت قريش على بنائها، اتفقوا ان هم مش هيدخلوا في بنائها الا فلوس حلال. ولكن بناء قريش للكعبة كان مختلف عن بناء سيدنا ابراهيم والملائكة وادم عليه السلام. هم رفعوا باب الكعبة عن مستوى المطاف عشان يقدروا يتحكموا في مين يقدر يدخل الكعبة، وسدوا الباب الخلفي للكعبة وجعلوا ليها سقف. للأسف المال خلص منهم، اضطروا أهل قريش إن هم يخرجوا الحجر الأسود منها، كانوا حواليه جدار قصير عشان يقدروا يطوفوا من وراه. وفي الوقت ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمره 35 عام، وحضر بناء الكعبة وشارك أعمامه في البناء. في عام 64 هجريا بقى كان في ما بين عبد الله بن الزبير ويزيد بن معاوية خلاف كبير، وكان سببه إن عبد الله بن الزبير رافض مبايعة يزيد بن معاوية، وصار أتباع عبد الله بن الزبير في المدينة. فراح يزيد بن معاوية أرسل جيش للمدينة بقيادة مسلم بن عقبة، ودخل المدينة وبعدها اتجه لمكة، بس توفى قبل ما يوصل مكة. بس جه مكانه الحصين بن النمير، وده بقى حاصر مكة الفترة، وفعلا قدر يسيطر على جبل ابن أبي قبيس وجبل قعيقان، وفضل يرمي ابن الزبير وأتباعه بالمجانيق. وللأسف اتصاب المسجد الحرام في القصف ده. والحصين ما اكتفاش بكده وبس، فضل يقصف في مكة لغاية ما القصف أصاب الكعبة وضعف بنائها مرة تانية. لكن يزيد بن معاوية مات، والحصين الحمد لله رجع الشام، وأصبح بعدها ابن الزبير خليفة على المسلمين. وكان قدامه حل من الاتنين، يا إما يرمم الكعبة أو يهدمها ويعيد بنائها. فقرر انه يهدمها ويعيد بنائها. سمع من خالته السيدة عائشة ام المؤمنين، والمرة دي بناها بطول 27 ذراع، وعمل باب شرقي للدخول وباب غربي للخروج، وقام بتوسيع المسجد الحرام. بس للأسف عبد الملك بن مروان كان في بينه وابن الزبير عداوة برضه، فقرر انه يتخلص منه، فجهز جيش ضخم عشان يحارب ابن الزبير، وأمر على الجيش ده الحجاج ابن يوسف الثقفي. طبعا في ناس كتير جدا عارفة الحجاج ده عمل ايه، بس لو مش عارف هقول لك برضه. المهم ان هو امر الحجاج بن يوسف الثقفي ان هو يقضي تماما على ابن الزبير، وفعلا الحجاج جهز جيش وحصر مكة المجانيق على مكة المكرمة. وفي القصف ده للاسف احترقت الكعبة. مش عارف ازاي هم كانوا بيحاصروا الكعبة بالشكل ده، فهتلاقيني في فيديو في التيك توك قايلالك الكعبة بتقع في وادي بالظبط، وحواليها بيحفها الجبال من كل ناحية. متنساش تشوف فيديو التيك توك عشان تعرف معلومات اكتر عن الكعبة. زي ما قلنا ان للأسف في القصف ده احترقت الكعبة، واضطر ابن الزبير للخروج والقتال مع اتباعه لغاية ما اتقتل.
كل أتباعه، وللأسف اتقتل كمان ابن الزبير. بعدها سيطر الحجاج على مكة، وكتب وقتها لعبد الملك بن مروان إن الزبير زود حاجات في الكعبة ما كانتش فيها، وده لأنهم كانوا ما يعرفوش الحديث والأوصاف اللي السيدة عائشة أبلغته لابن الزبير. فأمر عبد الملك بن مروان الحجاج إنه يبني الكعبة على ما كانت عليه في عهد قريش، فهدم منها 6 أضرع وسد الباب الغربي. وفي عهد الوليد بن الملك بقى سنة 91 هجريا جه سيل تاني وجرف جزء كبير من المسجد، فرممه الوليد وزاد من مساحة المسجد في الترميم، وكان أول مرة يستعمل فيها الأعمدة اللي جلبها من مصر والشام في بناء المسجد، وعملوا بأساطين من الرخام، وعمل السقف من الساج، وحط على رؤوس الأساطين ده عمل على ديقان المسجد الفسيفساء. ولكن للأسف في يوم الأربع 19 شعبان 1039 هجريا وفق 1630 ميلاديا حصلت أمطار غزيرة على مكة المكرمة، حول المطر لسيل عظيم داخل المسجد والكعبة، وللأسف مات ناس كتير قوي في اليوم ده. فأمر السلطان العثماني مراد الرابع بتجديدها على أيدي مهندسين مصريين سنة 1630، وهو ده البناء الأخير والحالي للكعبة، حيث تم إصلاح المسجد والكعبة واتفرشت الأرض بالحصى. عهد بقى الدولة السعودية السوري منير الجندي صنع باب جديد للكعبة من الذهب الخالص بوزن إجمالي 280 كيلو جرام. وفي عهد الملك فهد بن عبد العزيز تم استبدال أعمدة الكعبة الخشبية. الخشب بيتميز بمقاومته الشديدة للعوامل الجوية زي الحرارة والرطوبة والمية، وإن شكله بيثبت بعد ما نستخدمه بفترة طويلة، وده حصل ضمن عملية ترميم كامل فيها السقف وأعيد بناؤه. ترممت الأحجار ودعمت الأرض بالرخام. طيب تعالى بقى أقولك خطوات الحج بالترتيب عشان الحجاج اللي معانا السنة دي، وعشان كمان يكون مرجع ليه لما تيجي تحج إن شاء الله. أول خطوة وهي الإحرام، يكون من المكان اللي أنت بايت فيه، سواء في الفندق أو بيتك اللي أنت طالع منه قبل ما تركب الطيارة أو قبل ما تركب مواصلات، وبعدها بتلبس ثوب الإحرام الأبيض تعلن النية بأداء الحج. تاني خطوة وهي الطواف، بعد ما بتوصل مكة المكرمة بالسلامة ودخول المسجد الحرام تتوجه نحو الكعبة، وبنبدأ الطواف حوالين الكعبة. والطواف بيبدأ من عند الحجر الأسود وبينتهي عند الحجر الأسود، يعني أنت بتبدأ عند الحجر الأسود وبتنتهي عند الحجر الأسود، والكعبة بتكون على شمالك، والطواف بيكون 7 أشواط. وطبعا بنلتزم بالهدوء والنظام ولأي كلمات غير لائقة. ثالث خطوة وهي السعي، وده بيكون بعد الطواف، ده بيكون تجسيد للسعي اللي قامت بيه السيدة هاجر، وبيبدأ بجبل الصفا وبينتهي عند جبل المروة، وده بيكون برضو 7 مرات. وأثناء السعي بيستحب إن احنا نحافظ على الخشوع والتأمل في عظمة الله، والسعي بيكون بالمشي السريع أو الهرولة يعني. وبعد كده بنيجي اليوم التروية، وده بيكون اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، لأن الناس زمان كانوا بيرتوون منه من المية في مكة وبيخرجوا بيه إلى منى عشان يكفيهم حتى اليوم الأخير من أيام الحج. بالنسبة للحج المصري فهو مش بيبات في منى، هو بيروح على طول على عرفة. وفي اليوم التاسع من ذي الحجة بيكون عبارة عن الوقوف على جبل عرفة من طلوع الفجر يوم التاسع حتى الغروب. الوقوف بعرفات بيرمز ليه أمام الله بتواضع وخشوع، وده بيعتبر من أبرز أركان الحج. ناس الحجاج بيدعوا ربنا يغفروه وبيطلبوا الرحمة والمغفرة، ويقضوا اليوم ده في العبادة والذكر والتأمل. يا رب اكتب لنا الحج. يوم عرفة ده بيعتبر من أعظم الأيام، إنه بيعتبر فرصة للتوبة والاستغفار. وبعد وقوف عرفات بقى بنتجه للمزدلفة، وهو مكان مقدس موجود بين عرفات ومنى، وبنبات فيه ليلة عيد الأضحى المبارك. الحجاج بيصلوا فيه المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وبيجمعوا منه الحصى عشان يستخدموه الجمرات في الأيام الثلاثة اللي جايين. نيجي بقى للخطوة السابعة، هي رمي جمرة العقبة يوم العاشر من ذي الحجة، يعني أول أيام عيد الأضحى المبارك. بنتوجه لمنى، وده اللي فيه مكان جمرة العقبة. نرمي الحصى 7، يعني بنرمي 7 مرات متتالية، ومن السنة التكبير مع كل حصى. بعد كده بنيجي للخطوة الثامنة الهدى والتحلل، وده بنقوم فيه بتقديم الذبيحة كهدية وكتعبير عن التضحية في سبيل الله. من السنة المؤكدة إلى الحج إنه يهدي بنفسه أو يوكل حد مكانه، وفيه بيكون سكوك الأضحية لبعض الجهات الخيرية يقوم بالذبح وتوزيعه على الفقراء. أما التحلل ده فبيكون عبارة عن قص الشعر أو حلق الرأس، ويشمل برضه تقليم الأظافر ونزع الثياب الإحرامية. الخطوة التاسعة بقى وهي طواف الإفاضة. بعد ما بنرجع لمكة المكرمة بنعمل حاجة اسمها طواف الإفاضة، وده بيكون بعد المبيت في المزدلفة، بيكون في حالة الإحرام وبيشترط فيه الطهارة لأنه بيعتبر بمنزلة الصلاة، ولكن الله أباح فيه الكلام. وزي ما قلنا الطواف في القدوم
نبدأ من عند الحجر الأسود وبننتهي عنده، وبتكون الكعبة على شمالك، وبالطواف بيكون 7 أشواط، وبعد كده بنروح للسعي من الصفا للمروة وبرضه بيكون 7 أشواط، وده مش بيلزم فيه الطهارة. نيجي بقى للخطوة العاشرة وهي رمي الجمرات في أيام التشريق. ورمي الجمرات ده هو واحد من أحد أركان الحج، تبقى في الأيام الثلاثة اللي بتيجي بعد يوم الأضحى، تبقى برضو بالحصى السبعة، هي جمرة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى. ونيجي بقى للنقطة ال11 والأخيرة وهي طواف الوداع. يكون زي ما اتفقنا إن الطواف بيكون 7 أشواط، وبنبدأ من عند الحجر الأسود وبينتهي عند الحجر الأسود، والكعبة بتكون على شمال. بتكون واجبة على جميع الحجاج ما عدا النفساء، تكون أتممت الحج والهدف الأساسي منه وهو تجديد العهد مع الله، تطهير النفس والتوبة إليه. يمكن بعد ما تخلص مناسك الحج تتجه للمدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي وقبر النبي عليه الصلاة والسلام. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب عشان تتعرف معايا على البلاد، وتقولي في التعليقات هل استفدت من الحلقة ولا لا. ادعيلي ان ربنا يرزقني بالحج. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.